نبدأ نغسل بقى الشعرات الجزيرة دي عشان تبان ان هو هل فعلا فيه نماتودة ولا زي ما احنا قلنا بالظبط، ولا الكلام على الفاضي. نبدأ نغسل الجدر كده. بصوا بقى، ادي النماتودة اهي. بصوا اهي، الكور دي كلها دي نماتودة. تمام، نبدأ تحت شوية اهي. بصوا اهي، شايفين النماتودة اهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو مهم جدا على ازاي تعرف ان عند حضرتك فيه نماتودة في الارض ولا لا. طبعا زي ما انتم شايفين ده فلفل الوان. اول ما تخش على طول ما الزرع عندك مستوى واحد زي كده، زي ما انتم شايفين كده، مستوى الزرع واحد من اول الزرع او من اول خط لاخر خط، مستواه واحد. مفيش فيه مطبات في الارض، مفيش فيه نبات عالي وواطي، مفيش فيه اي مشاكل خالص. الزرع لونه اخضر، مفيش فيه اي اصفرار، مفيش فيه اي مشاكل. طيب تعرف ازاي ده كده الزرع سليم؟ بص بقى الزرع التاني الناحيه التانيه اللي بدأ فيه شغل النماتوده. بص، النبات بدأ يصفر، القمة النامية بدأت لونها يفتح شوية. ده دليل ان عند حضرتك فيه عفان جذور تحت. دي اول نقطة. طب نتأكد هل هي فيها نماتودة ولا لا. تعالوا مع بعض نعرف هل هي فيها نماتودة ولا لا. تختار ازاي؟ تفضل ماشي كده في الصوبة، تبص يمين وتبص شمال. تمام تمام. اول ما تلاقي جزء منخفض او خط واطي او شويه نباتات واطيين كده او النمو بتاعهم ضعيف شويه، تقعد وتفحر تحت الجدر وتشوف المشكله فين. هنبدا نفحر اهو تحت نبات ضعيف مصفر شويه. طبعا بفضل الله الشغل بتاعنا ده ما جاش من فراغ. من كتر اللف على المزارع، من كتر اشراف المزارع، بدينا نعرف المشاكل اول ما بندخل الصوبه بفضل الله. زي ما انتم شايفين كده، ريحنا نفسنا وعارفين انهي مكان بيبقى فيه نماتوده او بدايه ظهور النماتوده فين. بنروح عليها ونبص عليها عشان نختصر الوقت ونختصر تكاليف المزارع، ونعرف ازاي نشخص ونشتغل صح على الزرع. زي ما انتم شايفين كده ده شغل النماتوده. فبدا معاك النبات يبدا ايه بقى؟ يبدا النبات يصفر. بصوا، في تقزم في النبات، في اصفرار في الاوراق القمه الناميه. بص اللي بعديه كده ده مش هتلاقي فيه مشكله، لكن ده بدايه النماتوده زي ما انتم شايفين. طيب علاجها ايه؟ نقول مع بعض علاجها ايه. طيب النماتوده فيها حاجات جهازي وفيها حاجات حيوي. لو انت حضرتك بتجمع زي دلوقتي احنا كده الفلفل ده بيجمع، بنشتغل حاجات حيوي، بس في حاجات اصلا البي اتش بتاعها زيرو. يعني انت لما تيجي تستخدم مركب لازم تشوف البي اتش بتاعه زيرو ولا لا، عشان طبعا الجمع ما يطلعش او المبيد ما يطلعش في الثمار ويبدا يضر الناس. فحضرتك بتشتغل على البي اتش بتاعه زيرو، سواء مركبات جهازي سواء مركبات حيوي. والافضل طبعا الجهازي عشان يدخل جوه عصاره النبات ويوقف لك الاصابه. طيب نشتغل ازاي في النماتوده بقى؟ ده اهم نقطه. انت ازاي تشتغل في النماتوده او ازاي ترش او تسمد النماتوده، بس في الافضل التسميد. طيب نعمل ايه؟ اول ما بتيجي تسمد بنزود ميه. تمام، وبعد كده بنحط ربع لتر حامض فوسفوريك في السماده. بعد ما زودنا ميه خلاص كده شبعنا النبات بالميه. وفي اخر 10 دقايق او ربع ساعه بنسحب النماتوده او مبيد النماتوده. دي اهم نقطه، لازم تحط حامض فوسفوريك قبل ما تسحب مبيد النماتوده. بعد اليوم اللي بعديه او تاني يوم او اول ريه انت حضرتك هترويها، هتبقى نص ريه عشان كميه المبيد تبقى موجوده تحت الجذور. اليوم اللي بعديه او التسميده اللي بعديها هتسمد معالج. لو عندك فيه ملوحه هتسمد معالج ملوحه. طيب لو ما عندكش هتسمد من عفان العفان الاول، مبيد لعفان الجذور. وبعد كده تبدا تسمد مبيد كمنشط جذور او مركب من منشط الجذور. وبعد كده
بتشتغل بقى التسميد بتاعك العادي. يبقى في اول تسميد خالص بنسمد مبيد للنماتوده، وبعد كده بنسمد مبيد لعفان الجذور، وبعد كده بنسمد مبيد او مركب منشط للجذور. دي اهم نقطة، وازاي تشتغل على النماتودة. ده كده فيديو سريع على النماتودة اللي بتظهر او تعرفها ازاي بسرعة وبصورة سهلة وبسيطة. لو عجبك حضرتك الفيديو طبعا ما تنساش تعملنا لايك، ولو في اي استفسار او تعليق ممكن تسيبوا لنا في التعليقات اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في حفظ الله وامنه.